السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. نشرت العديد من الصفحات النشطة على الفيسبوك في الساعة الأخيرة تفاصيل عن القانون الجديد والذي تم تطبيقه رسميا وتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، وأي شخص يخالف هذا القانون سيدفع غرامة مالية قدرها 4000 دينار جزائري. ويلزم القانون الجديد والمتضمن قانون المرور أصحاب المركبات بمختلف أصنافها، سواء كانت سيارات صغيرة ومركبات خفيفة وحتى ثقيلة، بضرورة توفير تجهيزات السلامة الإجبارية على متن المركبة، وعلى رأسها مطفاة الحريق ومثلث الإشارة الخاص بالتوقف الاضطراري، وكذا السترة الصدرية العاكسة. ويعد عدم توفر هذه التجهيزات مخالفة من الدرجة الثانية يعاقب عليها القانون بغرامة جزافية قدرها 4000 دينار جزائرية، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من الجميع.